السلام عليكم. محتاج لاب للألعاب، تصميمات، البرمجة، المونتاج، ويكون تحت 20,000 جنيه؟ هنعمل مراجعة على واحد من اللابات واللي أنا شايف إن هو لاب جوكر في الوقت الحالي، وهو ديل بريزيشن 7530، وهعرفك في الآخر هو جوكر فعلا ليه. واللاب ده بينزل بكذا نسخة للبروسيسور، زين واي 5 واي 7، وسبق قبل كده إن عملت مراجعة لللاب ده بنسخة البروسيسور اي 7. والنسخة اللي معانا النهاردة نسخة الكور i5 8400H 2.5 جيجا هرتز، والبروسيسور بيكون 8 كور، واللاب بيجي برامات 16 جيجا DDR4 و SSD 512 NVMe. نسخة كارت الشاشة الموجودة على اللاب ده نيفيديا كوادرو بي 2000 4 جيجا، وفي منه نسخ تانية بي 1000 وبي 620، وممكن تلاقوا منه نسخ تانية بكروت AMD. اللاب بيجي بشاشة 15.6 فول HD، والكيبورد في اللاب بتكون فول كيبورد، بمعنى ان الكيبورد بتكون كاملة، وممكن تلاقي الكيبورد باك لايت او لا، زي البصمة بالظبط. ممكن تلاقي اللاب فيه بصمه زي كده او ما فيهوش. وكذلك موضوع الكاميرا، اللاب ده ما فيهوش كاميرا. عادي جدا انك تلاقي نفس النسخه من اللاب بكاميرا ونسخه ثانيه لا. والسبب في ان اللاب ما فيهوش كاميرا ان اللابات الاستيراد بعض الشركات بره بتطلب من مصنعيها ان اللاب يجي من غير كاميرا. ولو انت قلقان وانت جاي تشتري لاب علشان ما فيهوش كاميرا، تاكد ان الموضوع ده عادي جدا، وتقدر تحل المشكله دي بانك تستخدم كاميرا خارجيه. لو هنتكلم عن تصميم اللاب، اللاب بيجي من جزء COD اللي هو الجزء اللي تحت ده، تحس ان هو ضخم شويه، والاجزاء المصنعه منها اللاب اجزاء من المعدن واجزاء ثانيه من البلاستيك المقوى. والاجزاء المعدن اللي في اللاب ده بتكون جايه في الاماكن المعرضه اكتر للصدمات. المنافذ اللي بتيجي في اللاب ده بيجي من ناحيه اليمين بمدخل السماعات و2 USB 3، ومن ناحيه الشمال بيجي بالاس سي او السمارت كارد ريدر والاس دي، ومن ظهر اللاب بيجي بمدخل لسوكت الشاحن والاتش دي ام اي والميني ديسبلاي بورت، ومدخل لكابل الايثرنت. اللاب بيجي بمروحتين في المكان ده والمكان ده للتهويه لكارت الشاشه والبروسيسور، ودي المنافذ اللي موجوده علشان تساعد على حركه التهويه. السماعات في اللاب بتيجي في الجزء ده وبتكون قويه زي اغلب اللابات الاستيراد، ونوعا ما بتكون نقيه. اللاب بيجي بشاحن 180 واط 19 فولت 9 امبير. شويه ملاحظات هقول لك عليها برضه، زي انك تقدر تركب في اللاب ده لحد 3 SSD NVMe، كل واحد فيهم بيوصل لحد 1 تيرا. اللاب بيكون فيه 4 سلوتس للرامات، في 2 موجودين تحت غطا اللاب و2 موجودين تحت الكيبورد، وتقدر تزود الرامات لحد 64 جيجا. واللاب لو بيجي بالبطاريه الكامله مش هتقدر انك تزود هارد HDD لو حبيت. ليه بقى؟ بالنسبه لي بعتبر ان اللاب ده لاب جوكر فعلا، لانك في الوقت الحالي هتقدر تجيب اللاب ده بسعر 18000 على رامات 16 جيجا و SSD 512. ولو انت من الناس اللي بتدور انك تشتري HP ZBook G3 بمعالج i7 من الجيل السادس، اللاب ده هيكون احسن منه. علشان كده هنعمل مقارنه سريعه ما بينه وما بين الاتش بي ZBook G3. هتلاقي من الافضل انك تشتري اللاب ده بسعر 18000 i5 من الجيل الثامن برامات 16 SSD 512 بكارت شاشه انفيديا 4 جيجا. لو عملت انت حتى مقارنه ما بين البروسيسور ده وبروسيسور الاتش بي ZBook G3، هتلاقي ان ال 7530 متفوق عليه كاداء وقوه. وكفايه برضو انك بتشتري لاب احدث من لاب على الاقل سنتين في الاصدار. عايز اقول لك انك وانت بتشتري لاب، لو انت مفكر انك لازم تجيب بروسيسور i7، الموضوع ده ما بيكونش صح في اغلب الاوقات. لازم تركز في موضوع الجيل لانه موضوع مهم، وكل ما كانت مقدرتك الماديه تساعدك انك تشتري حاجه احدث ده هيكون افضل لك. وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون عجبتك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات، وهسيب لك لينك الانستجرام في الديسكريبشن لو حابب تسال هناك.